أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الإريتريون في شمال ألمانيا يؤكدون العمل لإنجاح برامج التنمية في البلاد. سكان مديرية هايكوتا يدعون لحماية الآثار في المنطقة. تواصل التأهل العسكري في كوريا الجنوبية. وارتفاع عدد محتجزي معتقل غوانتنامو المضربين عن الطعام. أهلا بكم. أكد الإريتريون المقيمون في شمال ألمانيا على العمل بقوة لإنجاح برامج التنمية الجارية في البلاد من خلال تمتين صفوفهم والارتقاء بقدراتهم المالية والمهنية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدوه في مدينة هانوفر يوم 27 من أبريل تحت شعار مستعدون دوما لحملة التنمية. وقدم سفير إريتريا في ألمانيا السيد بطرس تسقاي الذي حضر الاجتماع توضيحا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب إقامة الإريتريين المقيمين في ألمانيا لجنة وطنية قوية، والجالية القوية هي الأساس لذلك. ودعا المواطنين لتعزيز قدراتهم ليكونوا المستفيدين الأوائل من حملة الاستثمار الاقتصادي من جهة، والتصدي للعدائيات من جهة أخرى. وقدمت في الاجتماع أوراق عمل حول تصدي الشعب الإريتري ضد العدائيات ودور الشباب للزود عن الوطن وتوريث قيم المجتمع. وأكد المشاركون دعمهم للبرامج التي يقوم بها الشعب والحكومة لبناء وطن مزدهر اقتصادي وتنعمه العدالة الاجتماعية، موضحين عن جاهزيتهم للإيفاء بكل ما يطلب منهم. دعا سكان منطقة بولتوبياي بمديرية هايكوتا لحماية الآثار الموجودة في جبل إليت وإجراء الدراسات حولها. وأوضح السكان عن وجود الكثير من الآثار والكهوف في الجبل الذي يحكى بأنه كان دفاعا أثريا. وذكر السيد محمد الأمين محمد والسيد داود أدم عن وجود الكهوف وبقايا المساكن والأدوات الأثرية المختلفة لآلاف الأشخاص الذين كانوا يعيشون في قمة جبل إليت الذي يعود اسمه للسكان القدامى، معربين عن قلقهم لضياع هذه الآثار قبل إجراء الدراسات عنها والمحافظة عليها. وأشار السيد إبراهيم علي شيغالي والسيد عبد القادر آدم اللذان ولدا في الجبل وعاشا فيه أن الجبل كان يستخدمه أجدادهم كدفاعات ضد الغزاة، وقد أخذت الآثار تدمر مع مرور الزمن، داعين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يقوم سكان ضواحي ملبسو ورهي وقرطت وإنكرابوت بمديرية حلحل بنفير لحماية التربة وحفظ المياه بالعمل 4 أيام في الأسبوع منذ منتصف شهر يناير الماضي لبناء المدرجات والحواجز المائية. وذكرت السيدة حليم أبو بكر والسيدة نعمة صالح من السكان أن الأنشطة الجارية في المزارع تنفذ جيدا استنادا إلى التجارب المكتسبة في الأعوام الماضية وستتواصل حتى موسم الخريف. وأوضح مسؤول وزارة الزراعة في مديرية حلحل السيد عثمان محمد نور أن المدرجات والحواجز المائية التي شيدت في السنوات الماضية ساهمت في تنمية الغابات، مشيرا إلى تقديم المكتب الاستشارات المهنية في العمل. وذكر عن النشاط الجيد لسكان حلحل لتنمية البساتين، حيث وزعت عليهم شتول فواكه التفاح والكوخ والبن والزيتون وغيرها من شتول أشجار فواكه المناخ المعتدل. وقال مدير مديرية حلحل السيد قنماتين أبرها إن الحكومة تعمل جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيدا بأنشطة النفير التي يقوم بها السكان. قام سكان مديريتي إمن حيلي وطورونا بأنشطة نفير تنموية عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وأوضح مدير بلدة إمن حيلي السيد تخلى ميكائيل جبر مسقل بأن سكان مديرية إمن حيلي قاموا ببناء المدرجات أعلى سد دركو، كما قام أعضاء الجيش الشعبي بصيانة سور مقبرة الشهداء وغرس شتول الأشجار ورعايتها. وذكرت السيدة آزيب قارياي من سكان دركو أن النفير هدف إلى حماية السد من الطمع وتحقيق الأمن الغذائي.
وأعرب السيد إدريس محمود من الجيش الشعبي عن ارتياحه بأعمال النفير التي قاموا بها، وأنهم سيعتنون بالأشجار التي غرسوها حتى تكبر. كما قام سكان مديرية طورونا بنفير واسع لتمهيد الأراضي الزراعية وبناء الحواجز والمدرجات المائية. وأشار السيد محمد آدم وأبابا تخلي وكيري محمود المشاركون في النفير إلى النتائج الجيدة التي تحققت من الأعمال التي نفذت في السنوات الماضية لتنمية محيطهم. أوضح سكان مديرية هيكوتا بأن مشروع فيسكو الزراعي يخلق فرص العمل الواسعة. وأوضح السكان بأنهم يحصلون على الدخل بالعمل في مختلف أنشطة المزارع التي تنمو أسفل سد فيسكو طموء، ويكتسبون الخبرة الزراعية. وذكرت السيدة آمنة عثمان والسيدة خديجة عثمان من ضاحية فيسكو أن السد الذي شيد في منطقتهم أمن مياه الشرب والسقي، وساهم في تعريف السكان بالنشاط الزراعي في السهول التي كانت جرداء، وخلق فرص العمل. وأفادت السيدة حليمة محمد والسيدة زينب هارون أن المشروع يساهم لتوفير متطلبات السكان وفتح الفرصة للتعريف بالزراعة للسكان الذين كانوا يزاولون الرعي. وقال مدير مشروع فيسكو الزراعي السيد جيلاس جيهابتي إن السكان هم المستفيد الأول من المشروع الذي فتح فرص العمل لحوالي 1500 من السكان، موضحا عن وجود خطة لتوسيع مساحة المشروع إلى 3000 هكتار. تلقى 50 من أعضاء جمعية تنمية الخضروات والفواكه ومربي أبقار الألبان في مديرية سجنيتي دورة تأهيلية للدفع بأنشطتهم. وقال خبير الخضروات والفواكه في المديرية السيد تسفوم تولده إن التنويع الزراعي يساهم في رفع الإنتاج ويكافح الآفات الزراعية، داعيا المزارعين لتنويع البذور وبذل الجهد لرفع الإنتاج الزراعي. ودعا خبير تربية الحيوانات السيد مسفن كداني المزارعين لتنمية العلف الزراعي وإدخال الأبقار اللبونة. وذكر السيد طعامي جبر سلاسي من قرية عد بعكل والسيد تكبارو تسفى جبريل من قرية حديدة أن الدورة دعمتهم بالعلم بعد أن كانوا يعتمدون على خبرتهم المحدودة في السابق، مؤكدين تعزيز الجهد لرفع الإنتاج الزراعي والحيواني. دعا مدير مدرسة الشهيد عثمان موسى سلمان في ضاحية هبرو طليم بمديرية هبرو الأستاذ يعقوب إدريس لسد نواقص البنية التحتية والأدوات الدراسية في المدرسة. وأوضح عن نواقص السور ودورات المياه والنوافذ في المدرسة، إضافة إلى تدريس الكمبيوتر ومكتبة، داعيا وزارة التعليم وإدارة إقليم عنسبة إبداء الاهتمام بالمدرسة. وذكر السيد محمد أحمد آدم من لجنة الآباء أن عدم وجود سور للمدرسة يؤثر على انضباط الطلاب وحماية ممتلكات المدرسة. وأشار الطالبان آمنة إدريس إسماعيل وعوض محمد علي إلى ثقتهم في سد وزارة التعليم لنواقص المدرسة التي يتم التطرق إليها في جميع اجتماعات الآباء، مشيدين بجهود المعلمين. وقال أن الغرف الخمسة التي شيدت في العام الماضي لسكن المعلمين حلت من مشكلة السكن، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لبناء سور المدرسة، مؤكدا جاهزية السكان للعمل العضلي. هذا وتقدم مدرسة الشهيد عثمان موسى سلمان في هبرو طليم الخدمات التعليمية لحوالي 700 طالب نظامي و130 من الأطفال الذين فاتتهم فرصة التعليم، و160 لتعليم الكبار في العديد من قرى الضاحية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام والأنباء العالمية، فابقوا معنا. احتل الدراج الإريتري نتنائيل برهاني المركز الثاني في سباق طواف تركيا الدولي للدراجات الهوائية بفارق 40 ثانية فقط عن البطل التركي مصطفى ساير. وأحرز دراجنا الوطني نتنائيل المحترف لدى نادي يورو كار الفرنسي على المركز الثاني في الترتيب
العام للطواف الذي شمل 8 مراحل اختتمت يوم أمس الأحد، حيث فاز الدراج التركي مصطفى ساير بالطواف ب 26 ساعة و29 دقيقة و28 ثانية. هذا وفاز بالمرحلة الأخيرة من الطواف التي جرت يوم أمس الدراج الألماني مارسيل كيتيل، وامتدت لمسافة 121 كيلومتر داخل مدينة إسطنبول التركية. أنعش فريق فينورد الهولندي يوم أمس الأحد آماله في المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل عقب سحقه لنادي هيركلس ب6 أهداف دون مقابل. وبهذا الفوز قلص فينورد الفارق عن المتصدر أياكس إلى 4 نقاط فقط، وبات في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن نادي أيدنهوفن صاحب المركز الثاني، مما احتدم الصراع بين الفرق الثلاثة على التنافس على البطاقتين المؤهلتين إلى البطولة القارية قبل مباريتين على انتهاء الموسم الكروي بالبلاد. هذا وشهدت الجولة فوز نادي أياكس المتصدر على نادي بيردا بهدفين نظيفين، واكتساح نادي الكامار لنادي هيرفن ب4 أهداف دون مقابل. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله وإلى اللقاء.